مش كل لما تلاقي حد غلبان في الشارع تديله فلوس، كده تأثير الصدقة بتاعتك ضعيف جدا. والموضوع ده اتقال لي زمان، انا كنت بسيب الموضوع عشوائي كده، يعني اشوف حد غلبان مرة اديله فلوس، جمعية تتصل بيا اتبرع لها، اشوف اعلان لمستشفى ابعت لهم، كنت عادي سايب الموضوع كده زي ما يجي. فكرة ان الصدقة لما بتبقى عشوائية كده انت لا بتبقى عارف تحسبها، ولا عارف انت دفعت كام في الشهر، ولا بتشوف تأثير فلوسك على المدى الطويل، وللأسف ممكن تتصدق في وقت برقم كبير وتوقف بعديه. لحد ما اتعلمت قلت النظام ده مش هينفع، الماني مانجر لازم يعمل إدارة للصدقة. أنا بحب النظام قوي، عايز أبقى عارف أنا دفعت كام لمين وإمتى. فأول حاجة بدأت بيها إني أحدد مبلغ ثابت أطلعه لله كل شهر. في ناس بتحب أول ما تاخد المرتب تطلع فلوس الصدقة كلها مع بعض، وفي ناس بتحب تقسمها على مدار الشهر. أيا كان، المهم تبقى عارف المبلغ كام بالظبط وبيدفع في مواعيد ايه. بعد كده ودي اهم حاجة، الفلوس هتدفع فين والمين. انا من الناس اللي بحب اشوف الحاجة بتكبر قدامي، احس ان انا شاركت في حاجة بتستمر على مدى الطويل. فعملت ايه؟ حددت كام مكان هم دول اللي بتعامل معاهم. جمعية بتعمل مشروع خيري، بيحفروا بير مية، بيبنوا مستشفى. الهدف ان الفلوس تتحط في حاجة بتكبر قدامك، حاجة تقدر تشوفها بعد ما تخلص وتكمل، زي المستشفى. بعد ما المستشفى تتبني تقدر تشوفها بعينك وتقول انا شاركت في المستشفى دي. فالنصيحة حاول تخلي الجزء الاكبر من الفلوس يروح للاماكن المحترمة علشان تعرف تفيد ناس اكتر، وممكن تخلي جزء صغير للحالات الفردية للناس المحتاجة فعلا. جرب الموضوع ده في العشر الاواخر من رمضان وشوف تأثيره بنفسك. حدد كل يوم مبلغ تقدر تتبرع بيه، وعايزين نغطي ال10 ايام كلهم مش الايام الفرديه بس. وعلى فكره في انستا باي هتلاقي فيه خانه التبرعات، تقدر تختار اي مكان انت حابه وتعرف تتبرع له كل يوم زي ما انت عايز. عايزين نخلي مفهوم الصدقه مش قد ايه انت دفعت، لكن قد ايه انت قصرت. حاول تبدا وتستمر على الموضوع ده كل شهر، وربنا يبارك لك في فلوسك.